صباح الخير. أهلا وسهلا حبايبي المتابعين في أي مكان في الدنيا. النهاردة جولتنا طبعا في محطة مصر وصوبها الجديد. طبعا سمعنا كلنا إن محطة مصر اتجددت وبقت في توب جديد خالص وبقت في نظام جديد خالص. طبعا ما حبيتش اروح اتصور بالليل، مجرد تشوفوا انوار وديكورات وخلاص. حبيت اروح اصور بالنهار عشان نشوف مصر، محطة مصر كلنا مع بعض. حبايبي المتابعين، قبل ما نبدأ جولتنا الحلوة يا ريت تصلوا على النبي وتحطوا اللايك، واللي جديد معانا وأول مرة يشوفنا ويشوف قناتنا جولات اسكندرانية يشترك في القناة ويجي معانا كل جولة جديدة، كل جولة مفيدة في جولات اسكندرانية. زي ما احنا شايفين دخلنا محطة مصر. طبعا هي اتغيرت تماما، تحس ان انت في مكان تاني خالص او انتي في مكان تاني خالص. طبعا زحام رهيب، الناس ماشية شمال ويمين، ما تعرفش ده رايح فين ولا ده جاي منين. طبعا هي كلها زي ما احنا شايفين بقت ميدان كبير خالص حواليه سور وشوارع حارات متسفلتة، والمشاريع جابوها على جنب زي ما احنا شايفين في مكان لوحده. دي اللي كانت عاملة الهرجلة والمرجلة اللي احنا كنا عارفينها بقت في مكان لوحده. بس الناس يعني مش عارفة، يعني مش لسه واخدين على النظام. على فكرة التصوير بالنهار كان لازم نروح بالنهار ونعرف هي بقت ازاي. ادي المحطة قدامنا زي ما احنا شايفين، المحطة الرئيسية ليها بوابة واقفين عليها أمن. مش عارفة بقى البوابة دي للعربيات ولا للناس ولا لدخول ايه. زي ما احنا شايفين ادي المحطة قدامنا، دي محطة مصر اللي هي محطة القطر، وهنشوف محيط المحطة كلها. زي ما احنا شايفين الناس ماشية، بصوا مسافات تقريبا فيو، مفيش طبعا محلات، مفيش باعة، مفيش زحام اللي هو كان الناس تبقى واقفة وبتشتري. هنا مواقف الأتوبيس، بصوا زي ما احنا شايفين بقى ميدان كبير جدا كله متسفلت. طبعا هي اتغيرت عن زمان. هنا بقى عاملين أماكن زي بازارات هتتفتح أو محلات، مبنى ديكور اهو فوق، ودي المحلات اهي تحت. زي ما احنا شايفين المحلات دي ورا بعضها أو بازارات هيعملوها، وقدامها جنين. عملوا مكان للسوق لوحده. بصوا احنا داخلين كده، بصوا المشاريع برضو مكان للمشاريع بتروح اماكن غير المشاريع التانية، يعني كل ما موقف مشاريع بيروح اماكن. ده السنترول طبعا بتاع محطة مصر. هنا في الوش اللي هناك ده سوق الخضار، ده اللي عملوه اللي هو بالازرق، في الازاز الازرق مكتوب عليه سوق الخضار. لسه هنروح ونصوره طبعا في جولة تانية، احنا بنشوف المنظر العام. طبعا يعني هناك بتبقى محتار انت رايح فين وجاي منين، بتحس ان الدنيا مش يعني مش واخد عليها. هم نظموها ونضفوها طبعا زي ما احنا شايفين غير الاول خالص. بس بتحس ان انت في مكان كبير ومش عارف رايح فين وجاي منين ومداخله منين ومخارجه منين. طبعا عشان هو جديد علينا، بكرة هنعرف طبعا كل حاجة. زي ما احنا شايفين وادي فندق النوبة، وادي القهوة اللي هي في محطة مصر قدام المحطة، وادي الشارع اللي بيودي على المنشة. طبعا دي المحطة اهو، وادي قدامها عايزة اوريكم البوابة. زي ما احنا شايفين ادي البوابة اهي، تقريبا ما مش عارفة بقى هي بوابة للعربيات، بوابة تقريبا اه تقريبا للعربيات اللي بتوصل للمحطة، مش عارفة. هنا بقى مواقف برضو، موقف تاني ميكروباصات تاني زي ما احنا شايفين، بصوا، ومواقف برضو اتوبيسات. طبعا كل موقف للحاجات دي بيودي في اتجاه، في اللي بيروح العمرية والعجمي والعنوفيل، وفي اللي بيروح سيدي بشر وابو قير والمندرة، وطبعا وفي اللي بيروح الحضرة. ففي كل موقف عاملينه بيروح مكان. هنا طبعا هنلف برضو اللفة دي.
هنا خارجين طبعا من المحطة كأننا رايحين على المطافي وطبعا المشرحة من الاتجاه اللي احنا شايفينه، ونازلين على الاستاد. هنشوف المحطة من الاتجاه ده اهو، ادي الاستاد طبعا زي ما احنا شايفين نفس الاتجاه اللي احنا مشينا عليه. نرجع تاني للمحطة نشوفها كمان نظرة كمان. ادي اهو، طبعا ده اسم الشرطة عاملينه في قلب المحطة، عاملين اسم شرطة او نقطة او حاجة كده. بصوا هنا بقى في اليوفط دي عاملينها للمشاريع او للميكروباصات بكام وراحة فين. شايفين اليافطة؟ بصوا المنظر بالنهار نقدروا نشوفوا المحطة بقت ازاي. بصراحة انا ما حبيتش بالليل في الانوار واحنا مش عارفين حاجة، لكن كده يعني خدنا فكرة. بصوا ادي المحطة، بصوا شايفين السور اللي بره ده؟ هنا سوق الخضار اللي لسه طبعا ما اتشالش، في حاجات لسه ما اتشالتش، اللي هو قدام المحطة على طول. عاملين مكان بقى للخضار برضو، سوق الخضار اللي هم هيتنقلوا فيه او نقلوا بعضهم. هنا المحطة الرئيسية طبعا من ورا المبنى ده طبعا محطة القطر بتاعت محطة مصر. بصوا الناس ماشية، ناس رايحة وناس جاية، هي بقت مجرد ناس ماشية وناس رايحة، زحمة جدا. المحطة طبعا أساس اسكندرية، طبعا عشان المواصلات بتودي أي مكان بيروحوا المحطة وبيركبوا بقى لغاية مطروح، يعني في مواصلات لغاية مطروح، الساحل كله، العجمي، لانوفيل، بكل الميكروباصات دي. وطبعا اللي نازل المندرة، ابو قير، سيدي بشر برضو من هنا. دي منظر البازارات اللي عاملينها الجديدة، بس دي لسه ما فتحوهاش، طبعا هتبقى ايجار او حاجة حد هيأجرها. ودي برضو هنا بقية الميدان، موقف اتوبيس. بصوا الناس ماشية في كل اتجاه، ناس ماشية كده وناس ماشية كده زي ما احنا شايفين. بصوا طبعا المحطة اتغيرت خالص عن زمان، انضف واحسن واجمل. بس هي عايزة يعني ناخده على النظام الجديد، نعرفه احنا رايحين فين وهنخرجوا منين وهنخشوا منين. طبعا كل حاجة جديدة بتبقى بالتعود، بعد كده بالتعود هيتعودوا بقى الناس، لاني كنت بشوف ناس بتسأل ده بيودي فين وده بيروح فين، طب فين ده واقف فين كده، يعني الناس طبعا لسه مش عارفة النظام الجديد. وكان في امن واقف قال لهم اليوفط اللي عاملينها اللي هي الكمبيوتر الجديدة دي مكتوب عليها الأجرة ومكان الميكروباص رايح فين أو المكان الأتوبيس رايح فين، وده مكانه اللي بيقف فيه زي ما احنا شايفين. بصوا الزحام، بصوا ناس رايحة وناس جاية. حبايبي المتابعين كان لازم نصور لكم المحطة بالنهار وتشوفوا فكرة بالنهار، مش مجرد أنوار بالليل وخلاص، لأ كان لازم نعرفكم وتشوفوا كأنكم رحتم المحطة في طوبها الجديد وفي جمالها الجديد. ويا رب يكون عجبكم جولة النهاردة والمحطة ومنظرها الجديد. وما تنسوش اللايك وتعليقاتكم على الفيديو ورأيكم بقى في المحطة الجديدة والتطور اللي هي بقت فيه، هل حلو ولا الأول كان أحلى؟ عايزة رأيكم. ويا ريت لو جداد معانا وأول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد وكل جولة جديدة احنا بنعملها في جولات اسكندرانية. جولات اسكندرانية هي دليل اسكندرية. حبايبي المتابعين أشوفكم الجولات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.